قبيل انعقاد القمة بين لندن والاتحاد الأوروبي، وهاي أول قمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صرحت وزيرة خارجية كومة الظل بريتي باتيل أنه هذا الاجتماع هو خيانة عظمى لبريطانيا حسب صحيفة ذا سن البريطانية. وياكم البيك، وهنا مقهى الاقتصاد ننقل الأخبار العالمية بكل شفافية ونزاهة ولا ننصر طرف على طرف. فإذا تريد تعرف شنو اللي صار ببريطانيا وليش خرجت من الاتحاد الأوروبي وشنو اللي وصلها إلى هاي الحالة أنه هي ترجع للاتحاد الأوروبي، خليك ويانا للأخ. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سالفة قديمة من التسعينات، اللي طلعها هو حزب العمال البريطاني، وكان ينادي بذاك الوقت بالخروج من الاتحاد الأوروبي. بقت هاي السالفة تكبر، بسنة 1993 تشكل حزب ببريطانيا اسمه حزب الاستقلال المملكة المتحدة. هذا الحزب على صوته في انتخابات 2014 وفاز بمقاعد كثيرة بذاك الوقت، متجاوزا الثلاث الكبار في بريطانيا. فبضغط الأحزاب على رئيس الوزراء ذاك الوقت اللي هو ديفيد كاميرون، فصار استفتاء ب 13 يونيو 2016، وطبعا صوت الشعب البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي. فصوت 51% على الخروج و46% على البقاء. هذا الشيء ديفيد كاميرون استقال من الحكومة لأنه هو كان يدعي على البقاء مع الاتحاد الأوروبي ويعرف أنه تبعيتها كارثية هاي السالفة. فقال لهم اني انا راح استقيل، فلازم تنتخبوا رئيس وزراء بمكاني يقدر يتفاوض ويا اوروبا ويرتب امور بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي. وهذا اللي صار لما انتخبوا تيريزا ماي. لكن تيريزا ماي حاولت انه تقنع البرلمان البريطاني من عدم الخروج، لكن الامر مو بيديهم، انه الشعب صوت في هذا الاستفتاء، فما قدرت انه هي تكمل وطلعت. فجاب مكانها بوريس جونسون. فبوريس جونسون قدر انه يضبط الخروج من الاتحاد الاوروبي. ففي 31 يناير 2020 خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا. لكن هذا الخروج صارت له تداعيات. أول شيء أزمة كورونا اللي أثرت على العالم كله وأثرت على بريطانيا بشكل كبير، خصوصا أنه صار مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كذلك إقليم اسكتلند اللي بالشمال صوت مع البقاء، لكن صار الخروج رغما عنه. فحاليا اسكتلند تحاول أنه هي تسوي استفتاء حتى تخرج من بريطانيا وتصير دولة الوحدة، وهاي أزمة كبيرة لأنه النفط موجود في اسكتلند، وهذا راح يحرم بريطانيا من عائدات النفط وراح يحرم بريطانيا من جزء من أراضيها. كذلك الخروج ما كان سهل بل كان دموي. فدفعت بريطانيا غرامات للاتحاد الأوروبي بسبب الخروج 45 مليار جنيه استرليني، وخسر كذلك اقتصادها 130 مليار جنيه استرليني. لاحظ هاي الأرقام لا تشوفها قليلة، يعني دا أحكي لك أرقام بقد ميزانية العراق يا صديقي وأكثر. لك خسرت عمالها الأوروبيين اللي كانوا يشتغلون في قطاعات الصحة، اللي كانوا دكاترة وممرضين، وكذلك قطاعات التأمين الصحي، وكذلك خسرت شركات واستثمارات في بريطانيا لأن الشركات انسحبت إلى أوروبا. فهذا الانفصال سوى بريطانيا شبه دولة منغلق على نفسها، لأن أوروبا سدت الحدود بوجهها وهي ما عندها دول حوالي حتى تصدر وتستورد منه. كذلك خسرت السوق الأوروبي. فالسوق الأوروبي يا صديقي سوق كبير وكل الدول تحلم تدخله، وهذا ما سبب أزمات للشركات، لأن دول الاتحاد الأوروبي تصدير بيناتهم مفتوح، عدا بريطانيا لازم بجمرك، والجمرك مؤذي، فصعدت أسعار السلع البريطانية في أوروبا مما سبب عدم إقبال الناس عليها. وكذلك خسرت شركات السيارات هميا. وكذلك صادفت الحرب الأوكرانية الروسية أزمة طاقة في أوروبا، وسببت أزمات كثيرة منها التضخم ومنها كثير شغلات. فيا صديقي بوريس جونسون استقال، كانت عنده عليه قضايا كثيرة والوزراء كانوا ينسحبون من حكومته، فكل ما يحط وزير ينسحب من حكومة بوريس جونسون. وهذا اللي سبب أنه بوريس جونسون استقال في فترة متأزمة في بريطانيا، منها حرب ومنها خروج من البريكسيت ومنها تو الاقتصاد طالع من كورونا. فانتخبوا البريطانيين ليزا تراس حتى تخلف بوريس جونسون. وليزا تراس إذا أحد يتذكرها أول ما استلمت الحكم وقفت في البرلمان البريطاني وقالت إنه أني إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين نفسهم، بموقف مضحك. بس ليزا تراس بسبب الأزمات اللي حاصلة ببريطانيا وبسبب الاقتصاد وكذلك بسبب الضغوط السياسية ما قدرت تكمل 50 يوم وانسحبت. فخلفها ريشي سوناك.
اللي هو من اصول هنديه. ريشي سوناك يا صديقي صارت بوقته ازمات، وصارت بوقته مظاهرات وتضخم ومشاكل اقتصاديه وطاقه، وكذلك انه الاقتصاد بوقته ما تحسن بل صار الى اسوء، وهذا مو بسببه، بسبب تبعات اللي قبله. يا صديقي حزب المحافظين اللي يقوده ريشي سوناك خسر الانتخابات بسنه 2024 وجاب اسوأ اداء له، بحيث فاز حزب العمال باكتساح من البريطانيين. فقبل لا ادخل بالموضوع، اذا اقول لك بريطانيا اللي استفادته كله من خروج الاتحاد الاوروبي هو شنو؟ هو انه قدرت تحافظ على حدودها وقدرت تمنع المهاجرين من انهم يصلون بريطانيا. هاي الشغله الوحيده اللي كسبتها بريطانيا من الخروج، وهذا لب السالفه. فيا صديقي بعد ما خسروا المحافظين وفازوا حزب العمال، حطوا رئيس اللي هو كير ستارمر. كير ستارمر كانت سياسته باتجاه الشراكات الاقتصادية، فسوى اتفاق مع استراليا والهند، اتفاق مع امريكا. حتى اذا شفنا بالمؤتمر بالسعودية انه ترامب تفاخر بهذا الاتفاق مع المملكة. بس المملكة يا صديقي ما عندها دول غير الاتحاد الاوروبي حواليها، فرجعت بريطانيا مدلولة للاتحاد الاوروبي، اعطتهم اتفاقية انه الاتحاد الاوروبي يقدر يصيد بالموانئ البريطانية لمدة 5 سنين. كذلك يا صديقي نرجع انه بريطانيا سمحت بدخول الاوروبيين والعمل، لكن بشكل محدود. شلون بشكل محدود؟ سمحت للاوروبيين اللي هم دون ال 35 بحرية التنقل بالمملكة. هذا اللي خلى المعارضين يحجون على الرئيس البريطاني ويعتبروه خيانة للبلد، لانه الاستفتاء والتصويت صار كله على مود بريطانيا ترجع وتحتفظ بحدودها وما تخلي احد يطب حدودها بدون اذن، مثل الفيزا او المطار. شنو اللي خلى بريطانيا انه سمحت لاوروبا بهاي الاشياء؟ وبالمقابل تريد بريطانيا انه تتقدم بالحصول على عقود عسكريه وامنيه من الاتحاد الاوروبي بقيمه 125 مليار جنيه. كذلك بريطانيا راح توافق على القواعد المتعلقه بتصدير الاغذيه مع الاتحاد الاوروبي، حتى تقدر تصدر منتجات الاغذيه البريطانيه للاتحاد الاوروبي بدون جمارك. فيا صديقي إذا افتهمت شيء من هاي الحلقة أنه بريطانيا رجعت مدلولة للاتحاد الأوروبي وليس كجزء منه، لا بل قدمت تنازلات كثيرة، وحتى هاي العقود العسكرية والأمنية اللي تريدها بريطانيا فأغلبيتها ما راح يوافق عليها الاتحاد الأوروبي. فرنسا شفناها قاعد تسعى أنه هي تلغي أغلب هاي الفقرات من العقود. إلى هنا تنتهي حلقتنا، كانت مصادرنا من صحيفة ذا سن البريطانية، وشكرا.